الكلام من القلب ما بيقدمش. انا مش عارف ليه بتخنق. انت حلقتك امتى؟ حلقتي انا النهارده كنت افكر في القصه دي وهنتحبس. انا حلقتي دي هنتحبس. هنقعد نجريها كلها. عادي يرجع في كلامه. يلا انجوي. ماشي. يعني لو لقيت نفسك تمام ما تمشيش يعني. والله ماشي. احنا دايرين. انت دايق؟ يا ابني البطاريات يا ابني. انا لسه شفتها انها حاجه عنيفه قوي. مش عارف مدلف محمول. ممكن صح. يلا احنا تمام؟ تمام. اوتو فندي، ازيك يا بدر؟ ازيك يا اوتو فندي؟ عامل ايه يا بدر؟ ايه الاخبار؟ كله تمام. عارف انا لما عرفت ان انت جاي النهارده، واحد حبيبي كده عنده حصان وجوز ناس بمزامير، كانوا واقفوا لك بره في المدخل بتاع العماره والحصان يرقص ويمزمروا سمير غانم زي المتزوجون كده. بس الحصان جاله دور برد. لا الف سلامه. ما عرفناش نجيب. عامل ايه؟ كله كويس؟ زي الفل. انت اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. بص، اول ما عرفت بيك كنت فاتح اليوتيوب مش فاكر اليوتيوب ولا الانستجرام وبتاع، ولقيت حد بيتكلم على العربيات ومش عارف ايه، وبعدين عيني لمحت كده، هو بيتكلم حلو وكل حاجه على العربيات، وعيني لمحت فوق كده ايه استفندي، فقلت ايه ده؟ ايه علاقه الموضوع ده يعني ما هو فعلا. بعدين اوتو افندي، قلت ايه ده؟ دي فكره كرييتيف جدا، ازاي فكر كده الفكره؟ ابتديت اشوفك بقى في الفيديوهات، لقيت الفيديوهات لطيفه قوي ودمك خفيف جدا. ربنا يخليك يا رب. والله العظيم بجد. حتى لسه من كام يوم شايف لك بتاع ده ستيتس كده على الفيسبوك، كنت كاتب فيها انا مش معترف بالتربيه الحديثه. ده حقيقي خالص. كلمني شويه عن موضوع التربيه ده عشان نبتدي من اول النشأة. تربيتي انا ولا التربيه الحديثه؟ انا ما اتربيتش تربيه حديثه خالص. انا عايز اعرف، ما انت بدل قلت كده، انت يعني عشان بس الناس تبقى فاهمه، انت رافض مبدأ التربيه الحديثه وبتقول فين ايام الحزام لا انا مش رافض المبدا، انا كنت بهزر شويه على فيسبوك. أوكي. بس انا شايف ان فكره التربيه الحديثه بتاعه ان انا طول الوقت لازم افضل احلل شخصيه ابني واخد بالي من تصرفاتي في ان انا بقول له الكلمه دي عشان دي هتاثر على شخصيته مستقبلا، ولازم افضل دايما اقرا اللي مش عارف ايه عشان مش عارف ايه، ولازم اديله وقته في كل حاجه عشان نوصل لنتيجه. انا شايف التعقيد الشديد اللي بيحصل في موضوع التربيه ده زياده عن اللزوم شويه، وللاسف بقى فيه تجاره كتير بفكره مناهج التربيه والتربيه عامله ازاي وكده. وشايف ان التربيه مش بس دايما حته تحليل شخصيه وصبر وطولة بال ومش عارف ايه. التربيه محتاجه تبقى فيها جانب اللي هو الجانب النفسي التربوي الهادي المعقول ده، ولازم برضه يكون فيها جانب حزم شويه. بالظبط. لان بدون الميزان ده ما بين الحزم وما بين اللين عمر التربيه ما تبقى مظبوطه. يعني انا مش مقتنع خالص بفكره ان انا ما ينفعش ابدا ازعق لابني على حاجه غلط. لازم دايما اقعد اتناقش معاه واتكلم معاه، لان في سن الطفل فيه عمره ما هيستوعب الكلام ده، وفي سن تاني لا المراهق فيه محتاج يكون في حزم جدا في التعامل معاه عشان يبدا يتشكل. موقف فاصله لازم بالظبط. وحتى لو هو في السن ده مش مستوعب، احنا كلنا في فتره ما كنا شايفين قرارات اهلنا غلط، او شايفين ان هم بيقسوا علينا او بيشدوا علينا في حاجه، ولما كبرنا شويه تفهمنا كويس قوي ان اللي عملوه ده هو اللي كان الصح وانه كان في مصلحتنا. تعرف اصلا ان الكلام ده احنا بنقوله هنا، وفي ناس تقول لك اصل المصريين وبره ومش بره. انا شفت مره جاكي شان بيقول لك زمان كان المدرس في اليابان يعني ولا في الصين، كان بيخش يضرب، اللي هو بيحكي حاجات زي اللي احنا متخيلينها مش موجوده في الدنيا كلها، بيضرب التلاميذ لما بيعملوا حاجه غلط وبتاع. قالوا ده اللي طلعنا بنحترم المدرس. بالظبط. قال دلوقتي المدرس فلما تسمع من واحد زي ده، ويجي ستيف هارفي، تعرف طبعا ستيف هارفي ده حبيب قلبي، ده بموت فيه والله. ستيف هارفي في مره قال لك فين ايام زمان لما كنت تقول الكلمه غلط تروح امك سكعك سكعه فاهم تظبطك. دلوقتي تقعد تقول له اصل معلش اصل، يعني زمان لما كان العيل يطلب حاجه يتقال له لا هي لا، دلوقتي لازم اقعد اشرح له زي ما انت بتقول بقى اصل الفلوس والدنيا زنقت وجبنا كيس المكرونه. وستيف هارفي كان بيتكلم اللي هو في يا جدعان انا مش معيش خلاص خلصنا، فاهم؟ فالحزم ده حتى بره بيتكلموا عليه يعني. مظبوط. فكره ان احنا نفضل دايما ماشيين الدنيا بالكلام وبالنقاش والمش عارف ايه وبتاع، لا للاسف بتخلي الطفل عنده حته نديه شويه مع اهله طبعا. وبتخليه كمان بقى في سن مراهقه بيبقى صعب جدا اصلا السيطره عليه، وصعب جدا انك تغذيه بالافكار اللي انت عايز تغذيه بيها اللي هي الصح. تمام. البيئه اللي حواليه هي اللي بتعلمه وهي اللي بتشكله، وانت مجرد واحد يعني ايه في دفه كده بتزقه في ناحيه معينه، تزق معاك تزق ما تزقش خلاص. وعمر التربيه ما كانت انت نصيبك بقى. بالظبط. ففي مرحله لازم فيها الحزام. والشبشب، فاكر الشباشب الطايره؟ طبعا ده سلاح محرم دولي. ده بس خطير خطير. لا وكان بتبقى احلى بقى ايه، احلى انتقام منك لما يبقى الشبشب جاي وتفاديه
يروح داخل حاجه داخل في حاجه عزيزه عليهم هم في البيت، داخل واخد فازه مهمه مثلا، انت ما عملتش حاجه، فتبدا بقى ده يتضاف لملفك، فاهمني؟ فاللي هو انت اللي كسرت الفازه يا جدعان، والله ما كسرت حاجه، طب تعالى كمل عليك بقى. بالظبط. كانت حاجات خطيره جدا والله بس كانت ايام حلوه يعني. انا بشفق جدا على الجيل الجديد ده في حته ان هم مش هيطلعوا ابدا شبه بعض. يعني مثلا انا وانت النهارده لو مواليد الثمانينات، لو انا جيت قلت لك كنت بتتفرج عليه يوم الجمعه، هتقول لي اسمه ده سينما الاطفال، بتتفرج عليه بعد صلاه الجمعه الشعراوي وسر الارض، اخترنا لك بالظبط، السبت نادي السينما. فتلاقينا ذكرياتنا واحده، بنتفرج على نفس الحاجه، عارفين نفس الحاجات. النهارده اي طفل في الدنيا ايه اللي بيتفرج عليه؟ يوتيوب، بيخش يقلب على يوتيوب، بيتفرج على ميس ريتشل بقى، بيتفرج على كوكو ميلن، بيتفرج على مش عارف ايه. بالظبط. العيال دي كلها طالعه عندها ذكريات مختلفه وتجارب مختلفه وحياه مختلفه، مش هيطلعوا شبه بعض، مش زينا، مش هيعيشوا نفس التجربه ابدا. انت عارف انت قصه النوستالجيا اللي هي الحنين للزمان دي، انا ما اعرفش هي عندهم هتبقى عامله ازاي، يعني يحنوا لايه؟ مفيش. يعني انا وانت بنحن مثلا زي ما انت بتقول مثلا لقعده يوم اللي نزلت ايجار شريط الفيديو مثلا. تخيل انت وانت رايح تجيب بقى الفيلم العربي والمسرحيه والفيلم الانجليش، وهتروح بقى انت وابوك والعيله وتسهر. الكلام ده يا جدعان كان ليه قيمه فظيعه جدا. هما بقى هيحنوا لايه بقى؟ انا مش عارف هيحنوا لايه، مش عارف يعني. ما كانش الطفل ده شاف نفس قناه اليوتيوب اللي الطفل ده بيشوفها، مش هتلاقيهم اصلا ملنكين مع بعض. بالظبط. بالظبط. يعني انت النهارده لما تيجي مثلا لحد مواليد ثمانينات زيك وتقول له مثلا فاكر اللبان السحري اللي كان بيلون؟ طبعا. ويقول لك لا ما اعرفوش. تقول له يا ابني ما تعرفوش ازاي يا ابني؟ انت كنتش عايش معانا بالظبط. كنت بره مصر ولا ايه؟ لان هو طبيعي طالما اتولد في الوقت ده فهو عارف الحاجه دي. بالظبط. دلوقتي لا، عادي جدا يبقى اتولد معاك في نفس الشهر حتى ما يعرفش الحاجه اللي انت بتتكلم عنها دي اصلا. جدون العجله مثلا الغطا بتاع جدون العجله كوكولا ده هم غالبا ما باعوهوش اصلا، يعني عملوا منه 3 وسابوهم عندهم في الشركه. يعني طاهر القويري، الشمعدان. كانت ايام. ولا اميجو اللي بتنور مثلا، فاكر؟ كانت حاجات والله العظيم. ايوه كانت ساعتها يعني احنا مش واخدين بالنا، بس دلوقتي فيها دفى لما تفتكرها. لسه الايام دي كان ليها، بتفتكر بقى كل الذكريات المرتبطه بيها. وده بحس ان هو مش موجود دلوقتي. وبعدين كان برضو يعني ايه، مثلا كنت تستنى اخترنا لك بتاع يوم الاربع عشان تتفرج على حاجه من 3، يا حلقه ماجايفر، يا حلقه اسمه ده مش عارف حاجه اسمها بوبي ومش عارف ايه كده، يا اما اكس فايلز. بالظبط فاهمني. فهو ايه، مفيش اوبشنز، انت هتقعد تتفرج على ده وهتتبسط بيه وهتنام مبسوط. لازم تتكيف. ايوه فاهم. ما تكيفتش دلوقتي انت ممكن تفتح مثلا نتفليكس او تفتح اي بلاتفورم اللي تتفرج عليهم، تقلب في 30 فيلم وفي الاخر تقوم تنام من غير ما تتفرج على حاجه، بسبب انك مش عارف تستقر في الاخر على هتشوف ايه. ده اللي هو الابسط من كده شويه، دي حته معقده. ده الابسط من كده شويه زمان لما كانت 3-4 قنوات بس، وبعدين وصلنا لندش فيه بتاع 100 قناه. 3-4 قنوات بتاع زمان دول هم اللي فيهم الخلاصه. الثانيه بتجيب اجنبي والاولى بتجيب عربي، والثالثه ما بتجيبش حاجه غالبا، بتجيب البحث عن المفقودين بتاع بالظبط. بالظبط. بس كده. دلوقتي بقى انت بتفتح اصلا فعلا من كترهم بتوه وتقابلك في النص وما بتتبسطش. ما بتتبسطش. انت كنا انا فاكر كويس قوي كان لما يجي الساعه 12 ويجي احداث 24 ساعه بتاعت الاخبار، كان تبقى ليله نكد، لان احداث 24 ساعه بتقعد ساعه من الساعه 12 للساعه 1 ولازم هتقعد غصب عنك تستناها تخلص عشان تكمل الفيلم اللي انت كنت بتتفرج عليه. بالظبط. فكان في دايما كان في على قد ما في صعوبه على قد ما انت في ملامح بتستمتع في ملامح بالظبط للعيشه، في ملامح للعيشه بالظبط. دلوقتي سهوله الحاجات ضيعت جزء كبير من متعتها. يا نهار، ده كان زمان العناء، يعني المحايله على الاهل ان انت مثلا تجيب اتاري او تخش من مرحله الاتاري مثلا على السيجا، او بعدين تخش تجيب كمبيوتر بقى، ده بقى كده انت عديت. دلوقتي اصلا العيل الصغير معاه الموبايل ده مدغدغ العالم، يعني كل حاجه سهله جدا بالنسبه له يعني. بالزبط. بس انت ايه اللي اثار بقى الحته دي؟ انت كتبت الستيتس دي ليه؟ عشان بنتي وانا مستني الرد ده اصلا عشان اشوف الموضوع جاي منين. عشان بنتي كنت عايزها تعمل حاجه، فبقول لها بصي يا حلا اعملي دي عشان خاطر بابا يتبسط منك. ما شاء الله. عندها كام سنه؟ عندها 3 سنين ونص. خلاص انت صغننه قوي. لسه صغنونه. فلقيت بقى حد بيقول لي ايه، خلي بالك ما ينفعش تربط انها تعمل اللي انت عايزه بانك تديها حاجه حلوه، او انك يعني تقول لها مبسوط منك عشان ده هيأثر على شخصيتها مستقبلا. فلو انا قعدت كده اللي هو ايه يا جدعان، هو انا عشان كلمه قلتها لبنتي هتقعدوا بقى تزلونا؟ يعني ده عندها 3 سنين ونص، يعني القصه ما بتمشيش كده يا جدعان. ده احنا كنا بيحصل مطاردات في البيت عشان نتضرب، والانسان طلع طبيعي عادي ما عندوش مشاكل بالظبط. فبحس ان في قرص شويه في الموضوع ده. انا فاكر امي زمان كان عندها
كانت قبل الغسالات الفول اوتوماتيك دي كان في غساله فيها العين اللي بتغسل هنا والمجفف الناحيه دي، اللي هي الفوق اوتوماتيك. الفوق اوتوماتيك. ايوه. ولاد ناس بقى فاهم، ولاد حاسب جايين من بره وبتاع. فكان امي عندها حاجه اسمها مشبك الغسيل. مشبك الغسيل ده مش المشبك الصغير، لا بتاع كبير كده زي الماشه بتاعت الشيشه بس خشب، عشان تمسك بيها الغسيل من هنا ده اللي تحطه هنا بتصطاد بيه الغسيله. بتصطاد بيه الغسيله. فكانت لما اعمل حاجه غلط امي تجري ورايا فكنت اخش استخبى تحت السفره، وابويا يقف قدام السفره عشان يحجز عليها ما تخشش عليا. لحد اهو دلوقتي اللحظات دي لما بفتكرها بحسها لحظات ظريفه كوميديه جدا. انا ابويا كان في طبع مهم جدا، لو انا عملت حاجه غلط وامي اشتكت مني لابويا او كده، لو ابويا زعق لي بطمن. ما بطمنش بقى امتى؟ لو ابويا سمع وسكت عداها ما اتكلمش. فانت تلاقيه بقى ايه بمنتهى الهدوء كده، راح قالع النضاره حاططها في الجراب والنبي تلبسها تاني حاجه وبعدين راح مطبق الجرنان اللي في ايده حطه جنبه. ستار يا رب يا ستار. وبعدين راح قايم شايل مثلا كوبايه القهوه وحطها من جنبه، وراح قايم دخل ناحيه الحمام. دخل ناحيه الحمام دي يعني داخل يجيب خرطوم، فتبقى عارف بقى ان هو هيطلع لك بالخرطوم من جوه. بص هو بيخش بمنتهى الهدوء بس بيخرج بمنتهى السرعه. في تكتيك في الموضوع. فول اتاك يا باشا. حسب بقى انت هتتزنق فين، هتتزنق في اوضه، هتتزنق في ركن في الصاله، هتتزنق في اي حته. هتتزنق وهتاخد اللي فيه نصيب. تاخد لك خرطومين 3 حلوين. بالظبط. فاهمني؟ وبعدين يروح مرجع الخرطوم وراجع بكل هدوء، قاعد ماسك كوبايه القهوه تاني، صاحب الجرنان فتح الجرنان لابس نظاره. فاهمني؟ فلما حصل كده مع حلقة، ايه اللي حصل بعد كده؟ الموضوع عدى ازاي؟ لا خلاص بقى يعني ما هتعمل لها ايه، ما فيش بقى، هي صغيره خالص على ما هم في السن ده بكبر دماغي بقى. وبعدين البنات كمان بيضعفوا القلب قوي جدا جدا. يعني. والحنيه بقى، وتقول لي انت هتروح الشغل، اقول لها تقول لي انت يا ترى هتخلص الشغل وتيجي تقعد معايا تاني؟ اللي هو لا مش نازل الشغل يا ستي يعني. مش مهم ناكل عيش، مش مهم ناكل فظاع. يعني انا على طول اقول كده ايه على بنتي، عاملاني شيخه جدا. يعني انا شخصيه وبتاع شيخه في ايد البيت جدا. فظاع. البنات فظاع. لا بصراحه بس يعني حنيتهم واللي انت بتحسه معاهم مختلف خالص عن الاولاد. اصل عموما الاطفال في السن ده في براءه غير عاديه، في البراءه تحس انهم ملائكه بالظبط. فالبنات بقى عندهم حته اكسترا بقى. يعني هو لو ولد في السن تحس انه بريء جدا برضه، بس البنات بقى عندهم حته اللي هي الناعمه الزياده شويه دي مع البراءه بتاعت السن، فبتبقى حاجه ايه مهزله خالص. يعني فعلا تنزلك على ركبك، مش هروح الشغل وتقعد بقى تعمل حاجه. انا مثلا عندي في ايدي اهو، كنت بلون معاها النهارده، فهي معلمه لي في ايدي لازم بقى تقعد بابا هتاخد انهي لون وهتلون ايه، طب انت لون هنا وانا هلون هنا، وتقعد بقى يا باشا على الارض تلون زي الباشا كده. او تقعد معاها عندها الست بتاعه المطبخ فتعمل لي اكل، وبعدين تديني الكوبايه تقول لي دوق ده يا بابا، وخد الطبق ده دوق ده يا بابا. ولازم تقعد تدوق. ايوه يا باشا لازم تقعد تدوق طبعا. الست تعبت في الشغل بالظبط في الطبخ بالظبط. فلازم بقى ايه انت تنزل بقى يا باشا تعمل كل الكلام ده على الارض عادي، تقعد بقى ترسم، تمسك عرايس، تطبخ معاها الباب ليك كده وانت محترم كده مالو هدومك واخد وضع على الارض. بس ربنا يحميها، ربنا يخليها ان شاء الله يا رب. المونتاج الاول ولا الفيديوهات الاول؟ يعني انت انهي فيهم اللي ابتديت فيه الاول؟ القصه جت ازاي؟ لا هي الفيديوهات جت الاول، وبعدين انا كان عندي مشكله ان انا بتكسف جدا ان انا اصور. حتى يعني صور اللي هي العاديه اللي ما بصورهاش اصلا. حتى لما نخرج مع اصحابي خروجه وبتاع يجوا يتصوروا اروح واخد جنب كده، ما بحبش اتصور قوي، كنت بتكسف جدا موضوع الصور ده. فكان من 2012 نفسي اعمل فيديوهات عربيات. كنت اوريدي بشتغل سكريبتس لقنوات في الخليج وبتفرج. كنت صحفي عربيات؟ انا اصلا كنت صحفي من 2008. تمام. قبل كده كنت هاوي، بس بدات المجال بشكل احترافي يعني في 2008. انت من وانت صغير طفولتك عربيات زينا كده، بتحب العربيات جدا بقى؟ جدا جميع. بس كده عشان نفهم. بس وكان مع العربيات كنت بحب القرايه جدا. فعشان كده جت حته الكتابه ان انا من كتر ما بحب القرايه وبتاع، فبدات اكتب في العربيات، وبعدين بدات اخش بقى المجال ان اكتب في مجلات وكده. وبعدين كان نفسي اعمل فيديوهات من 2012، بس من 2012 ل 2016 عمال اجل لان انا ما عنديش الجرأه ان انا اقف قدام الكاميرا، لغايه ما جيت في الاخر قلت خلاص انا هعمل. كل الفتره دي انت شغال فيها بتعمل بتكتب للمجال؟ بكتب سكريبتس للراديو واليوتيوب، بس لسه ما مش قادر ان انا اخد خطوه ان انا اعمل فيديوهات. تمام. لغايه بس السكريبتس متباعه لحد اوريدي في الشغل بتاعي ان انا بكتب كونتنت وببيعه للناس يعني. تمام. ده شغلك الاساسي؟ ده شغل الاساسي. تمام. وبعدين بقى قررت ان انا خلاص هعمل، فعشان اتعود على الكاميرا اشتريت كاميرا جو برو، بقيت اركبها في العربيه من جوه، وكل يوم وانا رايح الشغل الصبح اشغل الكاميرا واتكلم عن العربيه اللانسر بتاعتي. تمام. اوصل عند الشغل بعد ساعه الا ربع مثلا نص ساعه، اروح قالب الكاميرا عامل ديليت للفيديو من غير ما اشوفه. قعدت شهر بعمل كده. والديليت كان الغرض منه ايه؟ مش مقتنع ان انا ما اشوفش؟ قادر تشوف؟ ان انا ما اشوفش الفيديو. قادر تشوف؟
انا بس بحاول اعود نفسي على فكره ان الكاميرا كاميرا قدامي وانا قدامك. بتكلم معاه. اوكي. بعد الشهر ده لقيت نفسي خلاص ما بقاش عندي مشكله خالص ان انا اتكلم من غير ما اقلق واتأتأ واعمل قدام الكاميرا. كنت الاول اصلا عشان اجمع الكلام الموضوع بيبقى صعب جدا عشان اجمع الكلام قدام الكاميرا. بعد كده ابتديت اتفرج بقى، انا باخد بالي بقى ايه من اللزمات ومن التأتأات ومن الحاجات اللي انا بعملها، وبدات بقى احسن من نفسي قدام الكاميرا لغايه اما تمام بقيت شايف ان انا نوعا ما ادائي بقى كويس. وبعدين اول تجربه تصوير كان معايا واحد صاحبي اسمه عادل، كان عندهم معرض عربيات كبير في شارع فيصل، وكان ساعتها هو اكتر واحد دعمني واقف جنبي وقال لي انا هديك عربيات تصورها ومش عارف ايه وبتاع وكده ودوس في الموضوع وكده يعني. فكان اول عربيه كان مديها اصورها كانت عربيه باجيرو. دي اول عربيه صورتها. العربيه دي صورت الفيديو بتاعها مثلا 13 مره. مش مقتنع؟ لا مش قادر اصلا يعني حافظ بقى السكريبت. ساعتها كنت متعود ان انا ايه، او يعني كنت اللي انا عايز اعمله كانت اول تجربه ان انا اكتب سكريبت. انا بقى شاطر قوي في سكريبتات بس مش شاطر في ان انا اقولها. وعايز تحفظه كمان بقى بالظبط. فبقيت بقى ايه كاتب السكريبت وعايز احفظه اسمعه زي ما انا كاتبه بالظبط. فكنت بتلخبط وبلقلق وبتلجلج وبعرق قدام الكاميرا، بتلخبط في كلمه بالظبط. فمثلا انا فاكر الانترو بتاعت الفيديو ده صورتها 13 مره تقريبا، وبعدين صورت الفيديو ده كله. العربيه دي مثلا خدت مني 6 ساعات تصوير. 6 سنين تصوير فاهمني. بعد ال6 ساعات دخلت بقى عند عادل في البيت وبتاع، وقلنا ايه نحتفل بقى، عاملين بقى اكل وبتاع ونحتفل باول فيديو. وقلنا بقى نشغل فيديو بقى نتفرج عليه. طلع في الاخر انا كنت طافي المايك اصلا 6 ساعات دول. ده حدث بالفعل. طلعت صوره من غير صوت. 6 ساعات انا بتكلم مفيش صوت اصلا. وعمال تعيد ويا عيني ده انا زعلت قوي. بس فهي الطلعه كانت مأساة. وبعدين قلبت بضحك ولا قلبت بزعل ولا قلبت بايه ساعتها؟ لا قلبت بضحك بقى خلاص يعني. ما هو اليوم كله اتضرب ان احنا ببهبه في الكاميرا، ما فيش اي صوت خالص. كان ساعتها حد من اصحابي كلمته ان انا ايه يصور معايا وبتاع وكده. فكان الاتفاق ساعتها قال لي انا هاخد منك 1500 في الفيديو تصوير ومونتاج. انت جايب حد بيفهم في التصوير وفي المونتاج. لان انا ما كنتش افهم اي حاجه. قبل ما انساه، انت التابس اللي انت عملتها مع نفسك عشان تاخد على الكاميرا دي انت قريتها جبتها من حته نفسيه لوحدك؟ مع نفسي خطيره كده. مع نفسي كده خطيره والله حلو قوي يعني. انت قررت تكسر الحاجز باسلوب ان انا الكاميرا تفضل قدامي وانا راكب العربيه وهعمل كده كل يوم. بالظبط. حلو قوي. انا عايز اقول لك ان انا عشان اختار الكادر اللي انا اصوره لنفسي جوه العربيه في الريفيوز، انا بقيت اجيب الافلام والمسلسلات. لان خلي بالك في وقت ما انا بدات كان يوتيوب لسه محتواه ضعيف. ما كانش فيه الفرايتي اللي موجوده دلوقتي انك تجيب بقى دروس لموضوع الكاميرات والمش عارف ايه والحاجات دي. فعشان اختار الكادر اللي انا هصوره جوه العربيه يبقى شكله عامل ازاي، لان مثلا حاولت اقلد كادرات توب جير بما اننا متربيين على توب جير يعني. طبعا. لقيت ان انا اولا الامكانيات اللي معايا مش جايبه الكادر زي ما انا عايز. ثانيا كان معايا مايك بسلك، فعشان امشي السلك الكادرات بتاع توب جير دايما من اللي هي ايه عند القايم اليمين بعيده، فعشان امشي السلك بالعرض هيبقى كاني عامل حبل غسيل في وسط العربيه. فاهم جاي من الكاميرا الفوطه الصفراء بتاعت سيقت العربيه الصبح هنشر الفوطه. فكان لازم يبقى الكاميرا قدامي عشان السلك بتاع المايك يعدي من تحت وادخله في التيشيرت من تحت فما يبانش قدام الكاميرا. فلقيت ان الكادر بتاع توب جير ده مش نافع معايا، فعايز كادر من الوش. بس كادر من الوش بقى شكله عامل ازاي مش عارف. فبدات اشوف الافلام والمسلسلات كلها اللي اعرفها اتفرج فيها على الكادرات اللي متصوره من جوه العربيات واخدينها ازاي. تمام. لان انا ما عنديش اي خبره، واحاول اقلد اي كادر منهم. فحتى فاكر كويس قوي الكادر اللي انا استقريت عليه في الاخر كان كادر من مسلسل مودرن فاميلي. لحد كده ماشي بالعربيه وبيتكلم في التليفون، ولقيت ان الكادر اللي انا بستخدمه دلوقتي لغايه دلوقتي هو نفس الكادر. هو ده الكادر فعلا اللي ظابط الدنيا، مش مبين سلك المايك ومبين العربيه. وكان ساعتها بقى الكاميرات ما فيش فيها الاتش دي ار اللي هو فكره لو بره شمس يبقى جوه العربيه ضلمه. اوكي. فكنت بحاول اظبط الاكسبوجر ده ان انا ايه يبقى نوعا ما الشباك مش باين قوي فالعربيه من جوه منوره فمش عارف ايه. وانا بقى ما كنتش افهم اي حاجه في الكاميرات نهائي. انا كان معلوماتي عن التصوير والفيديو والحاجات دي زيرو. تمام. فقلت اجيب حد فاهم يصور لي. تمام. فالحد الفاهم ده قال لي ان هو هياخد مني 1500 في الفيديو بالمونتاج. والكاميرا بتاعتك ولا هو هيجيب كاميرته؟ مش فاكر ساعتها كانت كاميرتي ولا كاميرته. تمام. فلقيت ان انا اصلا عشان اطلع 4 فيديوهات في الشهر مش هقدر ادفع 6000 جنيه بالظبط. فكان ساعتها 6000 جنيه في 2016 ده كان بالنسبه لي كان مبلغ كبير مش هقدر افضل مستمر عليه. لان انا كان عندي مبدأ ساعتها ان انا محتاج اقلل التكلفه قدر المستطاع عشان اقدر اكمل فتره كبيره جدا لحد ما الموضوع يبقى ليه يبدا يصرف مردود على نفسه ويبقى ليه مردود. بالظبط. لان انا كنت شغال فول تايم وشغال بارت تايم وشغال وبعمل اوتوفندي. والمرتب اللي انا باخده البارت تايم ده اللي هو السكريبت. بارت تايم انا اصلا كونتنت كريتور، فكنت بشتغل بقى ايه نحتات
كونتنت يمين وشمال وبتاع، مع الشغل مقالات ومع شغل اخبار وحاجات. فين الفول مع تايم؟ مع الشغل الفول تايم بتاعي كنت شغال في شركه. الشركه دي كنت كونتنت مانجر فيها، بنمانج كونتنت لكلاينتس في الخليج، ويب سايتس ومنتديات. يعني حياتك كلها كانت كونتنت. انا دايما شغال في قصه الكونتنت. حلو قوي. بس فكنت بشتغل الشغل الفول تايم والبارت تايم عشان اجيب فلوس احطها في اوتوفندي في المعدات او في الشغل، بتنفست في التصوير بالظبط، لحد ما اوتوفندي ده يبدا ايه يقوم يشيل نفسه. نفسه شويه. تمام. فكنت عايز اقلل التكلفه على قد ما اقدر عشان اقدر اسستين القصه دي فتره طبعاً. كبيره. طبعا. لان مثلا اوتوفندي اول فلوس جابها لي كان بعد سنه ونص من ان بداته. تمام. وانت ماشي على ايه بقى؟ على مبدا بتعمل كل قد ايه فيديو؟ 4 فيديوهات في الشهر؟ كنت ساعتها بعمل فيديو واحد في الاسبوع. فيديو واحد في الاسبوع. ما كانش في لسه بقى في ريلز وشورتس والكلام ده؟ لا 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 كانش في الكلام ده خالص. يوتيوب فيديو عادي هو يوتيوب، حتى فيسبوك ما كانش فيه فيديوز اصلا. هو كان يوتيوب وشكرا. كان يوتيوب وفيميو بقى ساعتها انا عارف فيميو. فلقيت ان التكلفه دي كتير عليا، فقلت خلاص يبقى انا ايه هتعلم تصوير ومونتاج. بدات بقى اتفرج على فيديوز، افهم بقى الكاميرات والعدسات والشاتر والايزو والكلام ده كله. جبتها يعني من تحت خالص عشان افهم الكلام ده كله. وشفت بقى فيديوهات ايه بالعشرات الساعات عشان افهم القصه دي. وابتديت بقى اشوف ايه الاكويبمنت اللي موجوده في السوق ممكن تظبط مع البادجت اللي معايا ان انا اجيبها وتمشي الموضوع. وبعدين ابتديت اتعلم مونتاج. وكان ساعتها حاولت ابدا في بريمير، كان صعب قوي، ما كنتش عارف امشي معاه خالص. وكان معايا بي سي قديم شويه فما كانش ظابط قوي مع بريمير. كذا حاجه ابسط عشان الجهاز يستحملها. فكان الاخف منه واسهل بكتير منه في المونتاج فيجاس. كنت لسه لك سوني فيجاس. بالظبط، سوني فيجاس. اشتغلت على فيجاس ده، وكانت بقى معاناه بقى اصلا عشان الجهاز تقيل. فمثلا لما باجي اشتغل على التايم لاين بتاع المونتاج، ما ينفعش اشغل الصوره عشان الصوره بتهنج. فبعمل الصوره على اقل كواليتي وابدا امنتج على تراك الصوت من غير صوره، ما بقاش شايف اصلا الصوره. الحته دي هتقص من هنا بناء ان انا قلت ايه على الويفز بتاعت الصوت. انا كنت بمنتج دايما على الويفز بتاعت الصوت. حتى مهند الشباب اللي شغالين معايا مونتاج دلوقتي لما بيلاقوني دايما اجي اقول لهم اقطع هنا، فيقول لي ايه ما انت مش عارفك ان اقطع هنا. اقول له لا خلاص بس انا الويفز بتاعت الصوت دي يا باشا صباح الفل. يعني تحب اعملها وانا مغمض بالودن بس. فانا كنت طول عمري على فكره منتج الفيديوهات على الويفز بتاعت الصوت، لان انا اصلا الصوره مش شغاله عندي على الجهاز بتاعي. الكمبيوتر كان ضعيف بالظبط. وكان بقى الريندرنج ده كنت لسه اقول لك بترندر في قد ايه بقى ولا باشا؟ انا كنت ببدا الريندر عندي كان بياخد مثلا 15 ساعه. في فيديو طوله قد ايه؟ في فيديو مثلا 20 دقيقه. يا نهار ابيض. كنت ابدا الريندر واظبط المنبه كل 3 ساعات يرن، اصحى من النوم اقوم اطمن ان الجهاز ما فصلش وان الريندر مكمل واخش انام تاني. انت خايف النور يقطع؟ خايف من حاجات كتير. لا ما يعني ما كانش شاغل بالي قوي بقصه النور يقطع قد ما شاغل بالي ان الجهاز يوفر هيت فيفصل، او ان الريندر يطلع ايرور في النص ويضرب. او كان بيحصل ساعات ان مثلا لو انا في هاردين في الجهاز والفوتج على الهاردين وهو شغال على هارد فتره كبيره، فالهارد التاني يطفي، فلما يجي يسحب فايل من الهارد الاولاني اللي طفى على ما الهارد يقوم يكون الفيجاس كله هنج وقفل. انا عشت معاناه مع قصه المونتاج دي لغايه اما ربنا كرم بقى وبقيت اشتغل بريمير وبقى عندي جهاز قوي ان انا اقدر اشتغل بيه. قعدت كده لحد ما الموضوع ابتدى يجيب فلوس. بالظبط. تمام. وبدات بقى انفست فيه جامد بقى ان انا اجيب كمبيوتر قوي وان انا اجيب عده قويه وان انا ابدا اطور. ما جبتش الفلوس وروقت على حالك، انت جبت فلوس وعملت انفستمنت اكبر خالص. انا حتى بقيت اتطور في شغلي ومرتبي زاد وبقيت اشتغل فريلانس اكتر عشان اقدر احط فلوس اكتر في اوتوفندي واطلع منه كواليتي احسن. حلو قوي حلو قوي يا اخي. مواعظ. لا الموضوع كان صعب قوي في الاول والله. مواعظ. انا عمال اتخيل واحد بيشتغل على حاجه اصلا المفروض انها فيجوال مش عارف يشوفها لان الكمبيوتر فيه مشكله، فانا هشتغل ايه بشكل الويفا ده. حاجه مش باشا. انا كنت برندر 15 ساعه عشان اطلع الفيديو واتفرج عليه وطلع فيه غلطه واكتشف ان في غلطه في النص. متخيل ارجع بقى من الاول اعدل ورندر تاني. والغلطه في النص بتجيبها برضو بالويفات. لا ما انا بجيبها بعد ما رندر بقى خلاص. انت خلاص شفت رندرت وانت راجع بقى جوه السوفت وير نفسه بجيبها بالويفات برضو. بالويفات برضو. يا نهار ابيض. قصه كبيره قوي قصه كبيره قوي. طيب وفضلت انت ماشي بقى في قصه انت خلاص قررت ان الكونتنت ده هيفضل ماشي على عربيات بما ان انت بتحب العربيات. مظبوط. في الاول اكيد كانت بتواجهك صعوبه انك توفر كل مره عربيه لان اكيد يعني انت لسه ما تعرفتش فمين. لا ده كانت في قصه تانية اهم من كده بكتير، اللي هي ان انا حتى لو الشركه عارفاني والشخص اللي في الشركه عارفني، الشركات اصلا وقتها ما كانتش معترفه بحاجه اسمها يوتيوب. كنت لما تقول لحد انا عايز العربيه تست درايف يوتيوب يقول لك ايه يوتيوب ده؟ انت كده تقول له على النت يقول لك على النت. انت هتقبض من الراوتر. يقول لك العيال اللي بتعمل فيديوهات على النت طيب ماشي قشطه هظبطها لك وبتاع مش عارف ايه ويخلع. طبعا. او لو مثلا حد اداك عربيه يقول لك مثلا العربيه ادالك يوم
ادالك يومين تشقلب بقى وصور في اليوم او اليومين دول. ده لو شركه بالظبط. لو في الاول شركه كنت ماشيها افراد بقى مع اصحابي. الاول كنت باخد من اصحابي، وكنت باخد من الناس اللي بتبعت لي على التشانل، وكنت باخد من صاحبي عادل من المعرض، اللي يتوفر بقى ويجي تحت ايدي ياخده. وانا معتقد من الاول ان عادل هيسبورتك، بس عادل هيسبورت لحد ما شويه العربيات اللي عنده ممكن تبقى لفيت عليهم كلهم. بالظبط. محتاج زياده بقى. وكنا على فكره كمان عادل كان بيجيب لي من صحابه ومن معارفه ومن المعارض التانية اللي بتعامل معاه، فاهم؟ اللي هو كنا بنحب يعني بنحاول نلم كوليكشن عربيات كبير جدا نشتغل بيه. وبعدين الناس ابتدت تساعد بشكل كبير انها تكلمني واخد عربياتهم واصور بيها وكده. ناس من اللي بيتفرجوا عليك بقى. بالظبط. اللي هو طب ممكن تاخد عربيتي تعمل عليها ريفيو. لغايه اما ابتدينا بقى الشركات نفتح معاها كونكشن واحده واحده ان احنا ناخد منهم عربيات نصورها، وابتدت الشركات اصلا تبقى مؤمنه بفكره ان السوشيال ميديا شافوا بقى قوتها. ده باور فظيع دلوقتي ان السوشيال ميديا مهمه في ان الناس تشوف العربيات. باور فظيع يعني. بالظبط. يعني طب وانت وصلت لمرحله ان الشركه هي اللي بتكلمك بقى دلوقتي، ولا انت لازم انت اللي تكلمهم؟ ده لو انا في عربيه معينه عند شركه انا مهتم بيها قوي وعايز اجربها، واحنا متفقين مع بعض انا بشتغل ازاي، مفيش اي مشكله خالص. او ممكن الشركه تكلمني تقول لي العربيه دي متاحه للتجربه دلوقتي لو عايز تجربها. هم اللي يكلموك. خاصه اكيد هتلاقي الشركات اللي اتعاملت معاك مره او يعني في بينكم تعامل. بالظبط. فخلاص هو ده بالنسبه لهم. بالظبط. ودلوقتي ايه اخبار بقى الشغل يعني انت دلوقتي تفرغت لأوتوفندي ولا لسه بتعمل حاجه تاني؟ لا انا اوريدي دلوقتي عندي شركه تانية، بس انا متفرغ لأوتوفندي من 2019. متفرغ له فتره الكوفيد دي. عدت عليك فتره الكوفيد، ما كانت في 20. في اخر 2020 بقى عندي شركه تانية جنب أوتوفندي، لكن بطلت شغل في شركات خالص من 2019. كان اخر شركه اشتغلت فيها. ما شاء الله ما شاء الله. والشركه التانية مجالها ليه علاقه لا بره العربيات خالص. بره العربيات وبره الكونتنت وبره كل حاجه. بره كل القصه دي خالص. أوكي. حبيت ان انا يبقى عندي تجربه تانية جديده خالص، بعيد خالص عن كل الحاجات اللي انا اشتغلتها قبل كده. يعني مش هقرص عليك واقول لك هي ايه، بس لو حابب تحكي لي احكي لي يعني. لا هي بره المجال بتاعنا خالص. طيب تمام زي الفل. طيب دلوقتي انت العربيات اللي انت جربتها دي وصلت يعني مثلا دماغك جت في لحظه كده وقلت انا عايز اروح بقى ناحيه الاكزوتكس، اجرب العربيات المرعبه بقى الفظيعه، ولا ده كان صعب بقى؟ بص انا يعني كاحمد طبعا نفسي اجرب اكزوتكس واسوقها وامشي بيها وكده، لكن ككونتنت لا خالص. انا من البدايه اصلا كان هدفي من أوتوفندي نقطه مهمه جدا، وهي ايه؟ الشارع. بالظبط. ان انا عندي مشكله في المحتوى اللي كان بيتقدم في مصر وقتها، ان هو ما بيقدمش اللي المشتري عايزه. كان بصوا العربيه دي يا جماعه الفانوس بتاعها شكله حلو، طالع منها خط مسحوب، الخط ده معدي من تحت المرايه مكمل فوق الاكره لغايه ما وصل عند الفانوس اللي ورا، وبعدين لافف مقابل علامه. ايوه ماشي، انا لو هشتري عربيه الصالون فين؟ انا اقعد فين؟ بالظبط. سلاك البنزين ايه؟ وكان اهم بالنسبه لي حته تجربه سواقتها عامله ازاي. انا لو هشتري العربيه دي ما انا عايز حد يسوقها ويقول لي والله دي في الملفات عامله كده، في استهلاك البنزين عامله كده، على الثبات على الطريق ثباتها عامل كده، هتضايقك في القعده في الحته الفلانيه، هتضايقك في المطبات في الحته الفلانيه. ده اللي انا كنت عايز حد يكون بيعمله. وقتها كان الكونتنت في مصر ماشي لحته الشو كيس اكتر، تعالى افرجك على العربيه مش تعالى اقول لك تجربه العربيه عامله ازاي، شكلها فوانيسها وظهرها. فكان هدفي من أوتوفندي الاساسي ان انا اقول لك تجربه العربيه. حتى انا متعمد ان انا بسمي الفيديوهات من وقتها لغايه دلوقتي تجربه قياده. هي تست درايف بالظبط بالعربي. انا عايز اقول لك تجربه القياده عامله ازاي، واللي بعمله من اول يوم لغايه النهارده الكلمتين اللي بقولهم في الاخر: تشتريها امتى وما تشتريهاش امتى. لو انت عندك احتياجات 1 2 3 لو بتدور على 1 2 3 اشتريها، لو بتدور على 1 2 3 ما تشتريهاش. مش فيها بقى، شوف لك مع حد ثانيه. بالظبط. ودي النقطه اللي انا محافظ عليها من اول يوم لغايه النهارده في قصه الريفيوهات: تشتريها امتى وما تشتريهاش امتى. وده اللي انا اصلا عايز اعمله في البدايه. فالاكزوتكس بره الحته دي خالص. انت لو بتشتري اكزوتيك فانت ولا بتدور على تجربه القياده عامله ازاي، ولا اشتريها امتى ولا ما اشتريهاش امتى. انت في الاخر جايب عربيه للمتعه. وسواء انت هتتبسط بيها او لا فانت اكيد تعرف تجربها. لكن كان بالنسبه لي انا عايز الحاجات اللي هي المين ستريم اللي الناس كلها بتشتريها وبتركبها. ده اللي انا عايز اقدم فيه النصيحه. تمام. انت الاكزوتكس او الاكزوتيك لو هتروح لها هتبقى لنوح لمتعتي الشخصيه. انت لكن نوح نفسه يركب واحده او يبقى عنده واحده. مش ككونتنت خالص. مش دي الحته اللي انت رايحها. ايه علاقتك بالسباقات والهيصه اللي بتحصل بتاعت العربيات؟ بحب احضرها جدا والله جدا. انا اصلا اعرفك بقى من السباقات حبيبي. يعني فاهم. شرف لينا من زمان ومن كتير فاهم. يمكن الناس ما تعرفش ان انا اول مره اقعد معاك فيس تو فيس النهارده. دي حقيقه. بس انا عارفك كويس قوي من السباقات ومن زمان. مش عايز اكبرك في السن يعني، بس انا من زمان قوي انا بحضر لك السباقات. لا انا بهوست من عندي 4 سنين. كنت قاعد بلعب بالعربيه على السجاده كده، قالوا لي تعالى يا ابني هوست. ده شرف ليا والله. ربنا يخليك. انت قلت كده بتحضر وعندك يعني صحاب من الكوميونتي دي؟ بص يمكن اخر كام سنه ما بقتش احضر سباقات تقريبا. خلاص بقى يعني ايه،
الشويه المشغوليات والمش عارف ايه وبتاع. مم. لكن قبل كده كنت بقى يعني اي فرصه بتجيلي احضر سباق بحضر وابقى مبسوط جدا. الناس اللي اعرفها من الكوميونتي مش كتير بصراحه. فيهم ناس عزيز عليا جدا ومتابعهم كويس جدا، لكن يعني مش هقول لك ان انا من الناس اللي هي دايسه في الكوميونتي جامد وعارفه كل الناس وبيتقابل بشكل دوري وكده يعني. ما هو دي الحاجات اللي انا اتفاجئت لما شفت الفيديوز بتاعتك، انا خبطتش فيه ازاي يعني بالظبط. مثلا وكيل مثلا، ما هو وكيل انا ما ده بشوفه دايما طول الوقت، لكن انت ما خبطتش فيك خالص وطلعت لي في فيديو، فانا قلت هو الراجل ده مين ده ولا ده جه منين نزل بباراشوت فاهم. فوليتك ما شاء الله بقى، لقيت ان ان الفيديوز بتاعتك متشافه وبتاع، فانت شغال بس انا ما تشنكلتش فيك في الواقع خالص. لا ما يعني ما بحضرش الايفنتات السباقات بالذات كمان اخر 3-4 سنين غير قليل قوي يعني. كنت بتحضر السبيد والدريفت ولا بتحضر الدريفت؟ كنت بحضر الدريفت اكتر. دريفت أكتر؟ السبيد بحس ان انا مش عارف اتبسط بيه لما بتفرج من المدرجات وكده. دي حقيقة الدريفت بالنسبه لي كان بيبقى امتع ممتع شويه طبعا. والاكشن نفسه والاصوات وبتاع. والاصوات وبتاع في حد معين كنت بتحبه من الناس بتوع الدريفت دول، بتحس ان هو ده والله مش عارف، يمكن هشام الخطيب من الناس اللي انا اعرفها شخصيا وبحبهم جدا. بس لا يعني ما كانش ليا حد بشجعه قوي وبروح وراه في سباقات في كل حته وبتاع. كنت بروح لا مش لازم تروح ورا، انا قصدي الناس اللي بتحب سواقتهم بس يعني هشام كده ده بطل العالم، احنا مش بالظبط مش هنتكلم عليه. لكن لا ما يعني كنت بروح اتبسط بستايل كل الناس، واحب بقى اتفرج كل واحد ستايله ايه في السواقه، والناس اللي داخله تعمل شو مش فارق معاها خالص البوينتس اللي هتاخدها، والناس اللي داخله لا بتسابق بجد وعايزه تلم بوينتس وعايزه تاخد البطوله وعايزه تعمل، والناس يا عيني اللي عربياتهم خذلتهم في وسط البتاع. فيعني مهزله الموضوع ده يعني. كان بالنسبه لي بقى يوم مليان احداث كده وتحب تتفرج وبتاع. مأساويات بالظبط مأساويات كنت بتيجي تحضر اليوم من اوله وتكمل للاخر وبتاع، ما كنتش بتزهق يعني انت لا خالص. وعمرك ما حسيت ان انت عندك مثلا فضول ان انت تركب على عربيات الدريفت دي او تسوقها؟ دايما، بس زي ما قلت لك ما كانش عندي كونكشن حد خالص مع حد من الناس بشكل قريب قوي ان انا اجرب عربيته او اركب معاه في عربيته وكده، لكن كنت بستمتع باليوم من اوله لاخره بشكل لا تتخيله. ما تهيأليش اصلا، هو دي بقى حاجه انا هقول لك عليها بقى، بما ان انا هناك مفيش حد هيدي عربيه الدريفت بتاعته لحد غالبا. الموضوع اصله قاتل، الدوسه بكارثه بالظبط، الدوسه بفلوس وبكارثه بالظبط. وقصه كده يعني. فالموضوع مش بسيط وبعدين يعني. هي بتحس ان عربيه دريفت بالذات حاجه بيرسونال قوي يعني، اللي هي مش مجرد عربيه دي بيستخدمها، مبنيه، دي هي حتته مسمار بالظبط. وبعدين فعلا الغلطه هتهد الكيان كله يعني. بالزبط. كنت بتكلم، كان لسه رامي سري معايا في حلقه، كنا بنتكلم على ان عمر صقر اداله عربيته في مره، فاحنا بنتكلم ان الموضوع ده كان حاجه، فماجد قال لي انا رامي قال لي انا عمري في حياتي، وهو رامي سري، عمري في حياتي ما حد عرض عليا وقال لي خد يا سري عربيتي سوق. شوف لدرجه ايه الموضوع. وده رامي يعني اللي هو ده رامي يعني راجل بطل كبير جدا، بطل، وممكن اي حد من الناس الاجيال الاصغر يبقى باصص له بصه اللي هو انت تعمل اللي انت عايزه عامل حاجه بالظبط. بس انا قلت له انت يا رامي هتعمل ايه لو انت في الموقف ده؟ قال لي انا بصراحه متفهم موقفهم جدا، لان انا نفسي ما خايف اديها لحد. يعني انا الموقف ده لما حصل كنت انا رحت لعمر الصقر، وكان رامي قال لي جه، فبهزر معاه في السباق، فبقول له تعالى ده هخش بيك للجمهور، فقال لي انا مش هخش للجمهور غير لو سايق. قلت له نعمل لك يعني؟ انا عايز عربيه. الموضوع محرج فعلا. فما اعرفش ليه جالي الهام كده ان عمر صقر كان في بينهم كونكشن، لاني شفت صور رامي مع العربيه بتاعت عمر وبتاع، فقلت يمكن عمر هو يبقى اقرب حد، فرحت قلت لعمر، فعمر لطيف جدا طبعا، بان على وشه لحظات كده توتر وقلق. قلت له يا عمر يعني لو في اي احراج قول، يعني ما رامي مش جنبي وانا جاي اقول لك انت على جنب، نفعت ما نفعتش. فراح قال لي خلاص خليه يسوق. بعد كده اكتشفت بقى ان رامي كان في حياه عمر قصه كبيره جدا. قلت له انا سبحان الله لو اعرف ده كنت انت هتبقى اول واحد اروح له، انا جيت لك بالصدفه. بالظبط. فموضوع عربيات الدريفت ده انت بتقول لي ما عنديش كونكشن، عشان حتى لو عندك كونكشن انا بقول لك ما حدش هيديك العربيه بتاعته. انت راكب ايه دلوقتي؟ عربيتك ايه؟ معايا ستروين سي 5 بس لا، ومعايا عربيه تانية تيجو 8، دي يعني سكند كار كده، حاجه كبيره ممكن تقلبها نص نقل في اي وقت، عربيه هايله جدا. العربيات الكبيره دي انا بحبها قوي، مريحه، بحب قوي العربيات الكبيره دي، بتروح في اي حته بالظبط. خطيره يعني، بتنفع دايما في كل حاجه. بالظبط. انت مشاويرك اليوميه شكلها عامله ازاي؟ انت ساكن في انهي منطقه تقريبا؟ ساكن في مدينه نصر ومكتبي في التجمع. كلها زون قريبه من بعض. بس انا يعني ممكن اعمل لي اون افريج مثلا 3000 4000 كيلو في الشهر. ليه يا عم شغاله اوبر ولا بتحرك كتير جدا. انا مكتبي وبيتي جنب بعض. بس انا يعني ممكن مثلا كل يوم عندي مشوار في حته بعيده،
ممكن يوم اكتوبر، يوم اسماعيليه، يوم العاشر من رمضان، يوم العبور، اسبوع معين مثلا عندي حاجه في المنوفيه بخلصها، عندي حاجه في المنصوره بخلصها. انا بطلع برا القاهره كتير جدا. ده تبع شغلك؟ ده شغل الجديد مش لا عامه بقى ممكن اكون بظبط مع حد حاجه نعملها فاطلع له برا القاهره. انا من الناس اللي بالنسبه لي ان انا اضرب 200 300 كيلو دول مش ازمه خالص. ما عنديش عشان بتحب مشكلة. العربيات بالظبط، بتحب العربيات وكمان خاصه كمان طرق السفر بتبقى الطرق اللي هي فيها السواقه اللي بتحبها بالظبط. لو انت حاطط وانا عايز اقول لك ان افكار الشغل وحل مشاكل الشغل وكل الحاجات دي ما بتطلعش بالنسبه لي غير وانا ماشي على طريق سايق فتره كبيره عمال افكر براحتي هعمل ايه في الموضوع. والحمام مشهور. يا باشا احلى افكار تيجي في بس الميزه بقى في السواقه عن الحمام انها تديك فتره اطول انك تطلع اللي انت يعني فاهم. الحمام برضو بيني وبينك في ناس بتخبط وبتاع فايه اللي هو انت هتبات جوه ولا ايه فكده يعني فوانت سايق احسن شويه فعندك مساحه اطول. بالظبط. ايه اكتر مواقف عدت عليك في الرحله بتاعتك دي؟ يعني مثلا في الاول وانت لسه بتبتدي القصه لما مثلا كانوا بيقولوا لك انت جاي تطلع يوتيوب وايه اليوتيوب ده انترنت وبتاع، في مواقف كان فيها يعني زي ما بيقولوا كده احراج كسر خاطر، في حد اتعامل باسلوب ما كانش لطيف يعني في الفتره اللي في الاول بالذات؟ لا يعني مع الشركات كان بيحصل مواقف سخيفه كتير انك تطلب عربيه ويتنفض لك ومش عارف ايه وبتاع وكده. بس انت اول ما قلت السؤال وانت بتقول في اوله جه في دماغي على طول في مره اتشدينا على الاسم واحنا بنصور. ايوه بقى اديني بقى في الحاجات دي بقى، انا جاي لك عشان كان كلمت الشباب بتوع جروب الهيونداي الانترا الاي دي اول ما نزلت عشان نصور عربيه من عندهم، فظبطت مع حد من الجروب ان احنا ناخد عربيته ونصورها. فاتفاجئت بيه يوم ما رحنا نصور جاب الجروب كله ان هو جاي لي ب3 عربيات، واحده سيلفر او بيضه وواحده زرقاء وواحده حمراء. تمام. شوف عايز تصور انهي لون؟ قلت له لا ده انت جاي لي ب3 عربيات، ده انا هصور ال3 عربيات. فحطيت 3 عربيات جنب بعض وسطبت الكاميرا وبتاع وقفت اصور. منظر حلو برضه. بالظبط. جاي اتكلم على العربيه جاب لكم منها 3 وبتاع بالظبط. واحنا واقفين نصور يا باشا لقيت لك عربيه لوجان داخل علينا ونازل منها شابين كده. تروح قايل له كابتن النهارده الانترا بس انت ايه اللي جايبك معانا؟ ونازل منها شابين طول بعرض كده لابسين قمصان وبناطيل. اول ما لفوا بقى شفت الطبنجه في الجنب ففهمت على طول. قال لي انتوا واقفين هنا بتعملوا ايه؟ قلت له بنصور. قال لي بتصور ايه؟ قلت له بنصور فيديو. قال لي طب هات لي كل الرخص وكل البطايق بتاعت كل الناس اللي واقفه دي وتعالوا ورايا. سخافه ومواقف سخيفه قوي، والمواضيع دي ليها تحبيكه في مصر برضه مش مفهومه. بس لمينا كل الورق واديناه له وطلعنا وراه بقى على الاسم. رحنا الاسم بقى، هاتوا كل الكاميرات اللي معاكم. خدت كل الكاميرات، دخلونا قعدونا في اوضه كده قفلوا علينا. قعدنا بقى في الاوضه دي كل ربع ساعه يخش علينا ضابط، مساء الخير مساء النور. انتوا كنتوا بتصوروا؟ ممكن تحكوا لي بقى كنتوا بتعملوا ايه؟ كنا بنصور فيديو العربيه عشان بننزله على يوتيوب على قناه اسمها كذا كذا، وادي القناه ايه ومش عارف ايه وبتاع وكده. طب تمام ماشي. روح خارج ربع ساعه ويجي لنا ضابط تاني، مساء الخير ممكن تحكوا لي انتوا ايه؟ الورديه بتتغير. مثلا دخل علينا مثلا 4-5 ضباط واحنا قاعدين في الاوضه اللي هو ايه يا جدعان طب ما انتوا قولوا لبعض بره يعني بدل ما كل شويه حد بيخش لنا احكوا لبعض بره القصه دي. ممكن حضرتك تستنى على الباب زمايلك تحكي لهم هم داخلين او ادونا ورقه نكتب فيها الموضوع كله ونحلقه بدل ما الناس داخله خارجه علينا يعني. بس لغايه ما في الاخر حد فيهم قال مين بقى اللي ماسك الليله دي؟ فقلت له انا. قال لي طب تعالى، ودخلني لحد ضابط كبير المأمور او حاجه زي كده. قال لي اشرح لي الموضوع من الاول وجديد. فشرحت له الموضوع من الاول وجديد. فقال لي يعني انت بتستفاد ايه من اللي انت بتعمله ده؟ قلت له يعني بعمل فيديوهات للناس افيدهم يعني. قال لي مش شايف ان دي هيافه؟ فقلت له ما النهارده يوم اجازتي. انا فاضي. قال لي طيب ماشي. قال لي ظابط راجع الحاجه اللي على الكاميرا وتاكد انها مفيش فيها مشكله بس. فالظابط فتح الكاميرا ساعتها بص. فكان اليوم او يعني المره التصوير اللي قبلها كنت مصور عربيه الانسيجنيا. انسيجنيا ايه تمام. فالظابط قال لي ايه ده انسيجنيا؟ ده انا معايا انسيجنيا، ده انا عايز اتفرج على الفيديو. اللي هو ايه يا جدعان خلصونا بقى. ايه ده يقول لي يا شيخ ما كنت شفته من الصبح كنت طلعت لطيف ومشيتنا. فكان بيحاول يتفرج على الفيديو من الكاميرا الكانون. فطبعا الصوت بتاع الكاميرا ضعيف جدا، هو معمول بس انك تبريفيو الحاجه يعني. قال لي انا مش سامع حاجه، بقول لك ايه خد الكاميرا دي وامشي بس. خدنا بعضنا ومشينا. طبعا كان اليوم اتضرب بقى خلاص يعني، كان يوم التصوير اتضرب. ورحنا رايحين بسرعه في مكان تاني ليسنا الفيديو كده بقيه اليوم. بس طلعت منه بحاجه الفيديو صورت الفيديو كله كامل. الماتيريال يعني. لا خالص. طب انت بقى القصه بتاعت التصوير عشان في مصر فعلا انت النقطه دي مهمه، لان في مصر موضوع الكاميرات ده بيكهربهم جدا. يشوفوا اي كاميرا على اي ترايبود في اي حته يا سلام يعني انت اكيد عامل كارثه ما تفهمش ايه الكارثه. مش عارف اللي هو يا جماعه انا لو بصور فيديو غلط او حاجه مش هقف في وسط الشارع بالظبط يعني. مش هقف في مكان عام كده اصور فيه. ما انا كوني واقف بصور في مكان عام يبقى انا مش بعمل حاجه غلط. لو حطيت الكاميرا على ترايبود مش مساجه وهجري مثلا. لا ثابت انا يعني. دون عن كل الناس انا بحط عربيه وبلزق الكاميرا في وش العربيه، يبقى بصور ايه تفتكر؟
اكيد بصور عربيه. لا يمكن العربيه بقى هي اللي بتصور الكاميرا. حليت الموضوع ده ازاي بعد كده؟ يعني بتعمل ايه عشان تعرف تصور من غير مشاكل؟ بقيت اتبع اسلوب عبيط بيجيب نتيجه هايله. عربيتي وعرضها للبيع، فبصورها صور عشان ابيعها. ماشي يا باشا، ربنا يبارك لك. بس لا اله الا الله. شوف يعني حاجه غريبه جدا ان مع انك انت لو قلت له بتصور فيديو مش عارف ايه، يا خبر ابيض، لا ده احنا نشوف بقى القناه ونشوف الفيديو ونشوف القصه. يا باشا عربيتي وببيعها. طب خلاص مش بيعها عادي. بس وما كانش في حل اسهل من كده انك تلاقي مثلا حته فاضيه؟ حاولنا يعني، مفيش اي حته فاضيه اتثبت في حالها. اي حته فاضيه ما بقتش فاضيه. فاهمني، بقيت اروحها لازم يحصل فيها حاجه، يا تتهد يا تتردم، يا الناس كلها تروح تصور فيها فالشرطه تنزل بعد كده تمنع فيها التصوير، يا حد يصور فيها فيديو يعمل مشكله فالامن يجي يمنع فيها التصوير. يركز عليها بالظبط. فلحد دلوقتي عندنا مشكله في القصه دي. لغايه دلوقتي احنا بنضرب مشوار لاخر طريق السخنه، يعني مش عايز اقول لك كيلوهات قد ايه عشان نعرف نصور في مكان فاضي. وفي الاخر برضه ممكن حد يجي يقول لك وتقول له انا ببيع عربيتي. يحصل. يا نهار ابيض. طب وبعدين حل ولا الموضوع ده؟ الموضوع ده صعب قوي. موضوع الكاميرات ده انا عايز اقول لك أصلاً- حاجه بقى. انت لو في اي بلد تانية ورحت لاي مكان، اداره كومباوند معينه، اداره فندق معينه، اي حد، وقلت له انا عندي اكسبوجر بالشكل ده وانا هصور عندك في مقابل ان انا اديك الشكر في الاخر والاكسبوجر ده. بالظبط. اي حد بره يتبسط جدا بحاجه زي كده، بالذات انك مش تاخد منه حاجه. بالظبط. هنا الناس بترفض. طب ليه يا جماعه؟ يعني مثلا ايه المشكله لو انا جيت صورت عندك في الكومباوند او صورت عندك في المول او صورت عندك في اي حاجه واديت لك الاكسبوجر ده بالظبط. في الاخر، وانا هي زي ما بيقولوا بارتر ديل، انا هحط اسمك في الفيديو مقابل ان انت هتديني مكان لوكيشن حلو اصور فيه. فانا لما اقف كمان في اللوكيشن عندك هبقى بشتري دماغي من مشاكل تانية بالزبط. كتير. الناس هنا بتقاوم الموضوع ده وتعقده جدا جدا جدا. ما هو انت خد بالك، عشان هي اصلا الثقافه المنشوره نفسها ان التصوير ده زي ما يكون حاجه مجرمه. بالظبط. فانت هتيجي تعمل لي بقى قلق ولا عوق ولا يا عم مفيش حاجه، ده انا هصور. يقول لك لا اصل انا لازم اشوف الفيديوهات قبل ما تنزل، يمكن تقول حاجه في الفيديو ضد الدوله فالمكان يحصل له مشكله. يا عم انا بصور عربيات، حاجه اللي هتتقال ضد مش عارف ايه. ما هو ما فيش، هو لو مش عارف نوح شخصيا وعارف فيديوهاته وشايفها بالنسبه له الكلام ده كله لا انا خاطر ليه. من كتر بقى ما اتكلمت مع ناس وبتاع كبرت دماغي خالص من قصدي بصور في الشارع، عشان مش ناقصه بقى ان انا كل ما اجي اصور لازم اقعد اظبط ديل مع حد عشان نصور فين ونعمل ايه. بس هو ده في حد ذاته عايز اقول لك ان هو يعني اصرار منك، لان كان في حد ممكن صعوبه القصه دي تقفله. هو موضوع رخم فعلا، موضوع رخم بجد. عشان كده سالتك انت بتعمل ايه، بتصور فين؟ لان انا عارف انا جت فتره كده كنا ساعات بننزل نصور حاجات وبتاع، فانا ما كنتش عارف الموضوع يعني. فكان لي واحد صاحبي عنده شركه برودكشن هاوس، فبقول له طب ما ننزل ونصور. قال لي ننزل ونصور فين؟ عمل لي كده. انت فاكرها ايه؟ قال لي يا ابني ده في ساعتها هيجوا ياخدونا احنا والكاميرات. ياخدوا مين يا ابني؟ لا انت عارف بقى ايه، انت عارف بقى الناس عليه ياخد مين؟ تعبيط ولا ياخد مين؟ قال لي لا هياخدنا عادي كلنا يعني، مهما كنا احنا هياخدنا كلنا. فاهم ليه؟ يعني سالته قلت له قال لي ممنوع، لازم تجيب تصريح. التصريح ده تجيبه منين؟ تروح تجيب تصريح انك عشان حاجه تافهه زي دي انا هقول كلمتين ولا؟ قال لي لا مش هينفع عشان في الشارع. الغريب بقى او يعني اللي ضايق الواحد هو ليه ما يبقاش فيه اتجاه معين ان انا مثلا كراجل بصور كتير في الشارع اطلع تصريح سنوي ان انا بصور فيه في الشارع بالظبط، ويبقى الكونتنت بتاعي متشاف. لو قلت حاجه غلط هاتني يا سيدي قول لي انت قلت حاجه غلط هنا وانت رايح تقدم على بالزبط. الترخيص انت هتصور ايه؟ بصور كذا. بس هو بيقول لك بقى اولا الترخيص غالي جدا 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 بمبلغ مش معقول، ده رقم واحد. رقم اتنين وما بيديكش اي تسهيلات من اي نوع، هو مجرد تصريح بس انك تصور. التصريح ده مربوط بمكان معين لازم تصور فيه اللي هو في التصريح، والتصريح ده مدته يوم مثلا او يومين. فانا مش كل ما اجي اصور فيديو هروح اجيب تصريح وبالفلوس المبلغ ده وبالفلوس دي وفي المكان اللي متحدد ده بالساعه مش منطقي. طبعا فاهمني؟ طبعا. بس هو فعلا زي ما انت بتقول، لو الموضوع يبقى يعني ليه حاجه زي رخصه يطلع لك زي كارنيه مثلا، انت حقك تصور باشتراك سنوي زي ما انت بتقول، ادفع في السنه 15 20 الف جنيه مثلا وتدوني الكارنيه ده مقابل ان انا لما اقف في الشارع حد يجي يكلمني اكني معايا رخصه سواقه. اهو يا عم الحاج فاتفضل. وفي نفس الوقت هيجيبوك بقى، ما هو معاهم داتابيز. انا غلطت بالظبط يا باشا، انا ورقي كله معاك اهو. انا غلطت بتاع هتقولي بقى صاحب الرخصه الفلانيه دي عشان ده صور صوره مش تمام او عمل حاجه مش تمام. بالظبط فعلا. وفكر سهل وهيحرك بسيط الدنيا جدا. وفي دخل للدوله وكل حاجه يا باشا. دخل للدوله ويمكن الناس بالنسبه لها دي اشغال. ما هو انت في ناس نفسها تعمل ده مثلا، وانت هتقنن بقى اهو. يعني بدل ما انت متضايق من الناس اللي بتصور في الشارع، ما خلاص قنن بقى الدنيا ليهم، فخلاص اللي بعد كده يطلع بره القانون حاسبه. بالظبط. والمشكله دي بتحصل مع الموبايلات كمان ولا مع الكاميرات بس؟ لا ما هو لا قصدك التصوير بالموبايل يعني. لا يمكن التصوير بالموبايل اخف شويه، اللي هو ايه انت ده ماسك موبايل عادي يعني. انا عايز اقول لك ان احنا مثلا دلوقتي
من البرودكشن بتاعنا بقى موبايلات. بالظبط، موبايلات قويه جدا قويه جدا يعني. دلوقتي لما تجيب حاجه من الحاجات الجديده وتمسكها، بس لو حطيته على ترايبود متهيألي ده هيستفزه يعني. لا على ترايبود لا، دلوقتي الاستابلايزيشن الموجود في الحاجات بقى تحطها على جيمبل صغير في ايدك وشكرا. فبالنسبه له انت واصلا بتصور دلوقتي ستوري. كمان السوشيال ميديا او ال اليوتيوب والحاجات اللي بتاعت الفيديوز دي بقى الناس تحب اكتر الفيديو الدايناميك، مش اللي الكاميرا محطوطه فيه وانت بتتحرك، لا ان الكاميرا اصلا تبقى بدايناميك معاك، بتتحرك معاك وبتاع. الناس ما بقتش تحب فتروح تتحرك جنب العربيه وتنزل بالزبط. عند العجله بتاعتها الناس ما بقتش تحب موضوع ان الكاميرا اللي واقفه مكانها ده. اوكي. وبعدين ده هو مجهد اصلا. انت لو يعني انت مثلا عايز تغير زاويتك، فانت هتحط السيت اب بتاعك هنا، بعد شويه تروح تحطه هنا عشان تجيب من عجله العربيه قصه يعني. انت ماشي بالبتاعه دي بالظبط، الموضوع هيبقى خطير. المشوار ده كله بقى كنت متخيله؟ لا خالص. يعني انت كنت تحب العربيات وانت صغير، ودلوقتي انت بقيت اوتوفندي نوح اللي بيعمل الفيديوز بتاعت الريفيوهات او التست درايفز اللي ما شاء الله بتعمل فيوز حلوه والناس بتحبه. طبعا انا اكتر حاجه بتعجبني فيك الحاجات اللي انت بتنزلها اللي بتضحك دي. بتكتب حاجات ساعات بقى مش قادر اصدق يعني. انت لازم تفكر تعمل فيديوهات كوميدي يعني غير بره العربيات. يا والله بجد. القصه بقى انك عمال تفكر يعني. انا بعد اتخيل بقى هي قصه القعده البودكاست بتاعي ده اللي هو احنا كنا فين او احنا ابتدينا منين ووصلنا لايه، وان في ناس. انا هقول لك على حاجه مهمه قوي قوي قوي. انا ابتديت انا والدي بيحب الجرايد قوي، فانا ابتديت مع الملحق بتاع الاهرام والاخبار مشهور السيارات بينزل تمام. وبعدين عشان كنت بحب القرايه قوي ووالدتي كانت بتشجعني قوي على القرايه، فكانت بتخلي اخويا الكبير محمد يشتري لي المجلات بتاعه العربيات ويجيبها لي تمام. كان في مجله اسمها السيارات الله ينور عليك بالظبط. المجله بتاعه اخبار السيارات اللي هو العدد بتاع اخبار السيارات والعدد السنوي بتاع كان بيبقى فيه ساعات معلومات غلط قوي. بالظبط. انا عايز اقول لك ان انا ما كنتش احلم في حياتي ان انا لما كنت بقرا المجله بتاعه اخبار السيارات اللي كان بيكتب فيها استاذ خالد اباظه ان انا في يوم ابقى راكب عربيه مع استاذ خالد اباظه بنجرب عربيه مع بعض وانا قاعد جنبه فيها. استاذ خالد اباظه اللي انا اتربيت من وانا عيل صغير، مش عايز اكبر قوي في السن يعني، اللي انا اتربيت من وانا عيل صغير. انت صغير برضه خدوك وانت عندك 4 سنين برضه يعني. بقرا المقالات بتاعته في المجله وبقرا التست درايفز بتاعته وبشوفه هو مسافر بره بيجرب العربيات. بقيت يعني زميل اقل منه في المقام بكتير وبجرب معاه عربيه او قاعد جنبه في عربيه او بقابله في ايفنت او بسلم عليه او هو حتى عارف اسمي. دي بالنسبه لي كبيره قوي. سيبك بقى من حته ان الفيديوهات اتشهرت والناس شافت وكده، فكره ان انت كان في حد بالنسبه لك كبير قوي 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 في المجال ده وبعدين انت رول موديل بقيت عارف تقابله وتسلم عليه، دي بالنسبه لي كبيره قوي. احمد بهاء الدين ان هو دلوقتي بقى صاحبي وبقيت معايا تليفون وبكلمه. احمد بهاء الدين ده انا كنت من الناس اللي معجبه بيه جدا. ف ما كنتش متخيل ابدا الفيديوهات توصل لكده، بس برضه انا ما كنتش متخيل ان انا اصلا هقابل الناس دي واخش الكوميونتي ده. الرحله هي الرحله نفسها. ما هو بص انت يمكن اللي زودته دلوقتي بتاع استاذ اباظه القصه عامله ازاي. ولد صغير قاعد ماسك مجله فيها شخص كاتب، هو بالنسبه له الشخص ده علم كبير. المشوار خده من اللقطه دي هوب بقى قاعد جنبه في عربيه. هي دي القعده بقى يعني. هي القعده بتتكلم على الحته دي ان في ناس عملت حاجات قصص هي تبدو من بره، لكن لما تقعد تبص تشوف هي شكلها عامل ازاي. واحد بيحب العربيات وكان قاعد بيقعد يقرا المجله وتعجبه الصوره وبتاع ونفسه يعني اي حاجه ليها علاقه بالمجال ده ربنا يكرمه ويعمل فيديوز ويبقى من اكتر الناس المشهوره ومحبوبه في مجال التست درايف والريفيوز بتاعت العربيات، ويقعد مع الناس اللي كان بيشوفهم زي كده. لما نجيب ولد صغير مثلا ويكبر يمثل يروح شغال مع عادل امام، فاللي هو ايه ده، هو ازاي ده عادل امام اللي انا بشوفه وانا صغير ده فاهم. فهو الرحله نفسها او المشوار ده نفسه انا شايف ان هو يعني نابع من حب فظيع. يعني ما كنتش هتقعد قدام الكاميرا تتفرج على نفسك يعني عشان تكسر الحاجز اللي بينك وبينها يوميا في العربيه. مفيش حاجه هتزقك الزقه دي غير بالحب. بالظبط. انت بتحب الحاجه قوي فعايز مستميت انك تكسر الحاجز اللي بينك وبينها. وانا عمري ما كنت بحب التصوير ولا المونتاج، انا اتعلمتهم غصب عني عشان اطلع الفيديو بتاع العربيات اللي انا عايز اطلعها. يعني انا اتعلمت حاجات كتير قوي قوي عشان العربيات في الاخر. حتى انا دلوقتي ما احبش ابدا حد يقول عليا انفلونسر. انا بتاع عربيات. كونتنت كريتور. انا اوتوموتيف كونتنت كريتور. انا بتاع عربيات. حتى انت وانت بتقول لي اعمل حاجات بره العربيات مش عايز. يعني انا يوم ما هبطل اعمل فيديوهات عربيات هبطل سوشيال ميديا خالص. هي انت ما هي مربوطه عندك بالهدف ده بس هي العربيات بس. انا ولا انفلونسر ولا صانع محتوى
ولا اي حاجه، انا بعمل كونتنت عربيات بس. جاب اللي جابه في سكته بقى، جاب بقى اللي انتوا بتسمينه المسميات دي بقى، دي بالظبط. مش بتاعتي بالظبط. وعمري ما هعمل كونتنت بره العربيات، وما عنديش طموح خالص ان اعمل كونتنت بره العربيات، وما اظنش ان انا يعني عندي اي حاجه ممكن اقدمها بره العربيات، هي العربيات بس. بما ان انت بتحب العربيات ودلوقتي انت بتعمل الريفيوز بتاعتك في الفتره الاخرانيه، طبعا انت عشت الحقبه بتاعت التسعينات اللي تعتبر انا بعتبرها الحقبه الذهبيه في العربيات طبعا. حاسس بايه بقى العربيات الجديده روحها عامله ازاي؟ بما ان انت بتركب عربيات كتير وكده، روح العربيات الجديده عامله ازاي؟ كوبي بيست كلهم من بعض. مش حاسس ان في انا بقيت ببذل مجهود خرافي في ان انا احاول اقول في الريفيو كلام مختلف عن العربيه المنافسه العربيه دي في نفس الفئه. لان انا بقيت اكشلي لما اجرب العربيات، انا بقيت دلوقتي حتى الناس اللي متابعه الستوريز بتاخد بالها دايما من باترن معين بعمله كده، ان انا النهارده استلمت العربيه تست درايف، بقعد يومين ما بتكلمش اصلا انها معايا، ما بقولش انها معايا عشان تحسها، عشان ابدا اطلع فيها حاجات اعرف اقولها بعد يومين. العربيات بقت شبه بعض بشكل مش طبيعي. اللي هو بقى ايه، احنا عندنا 5 حاجات كده، والخمس حاجات دول احنا عمالين ايه، فاكر الاوكلايزر بتاع زمان اللي كنت بتقعد تعلي وتوطي فيه، تظبطه ظبطه. بالظبط، هو ال5 حاجات دول قاعدين بنعلي ونوطي فيهم. هنا اريح شويه بس الثبات مش مظبوط، لا هنا العربيه بقت ثباتها جامد بس مش الراحه مريحة. نزلت شويه. هنا بقت استهلاك بنزين عالي بس مش عارف ايه كده بقى، انت قاعد ايه عملت ايه تمكس يمين وشمال. هو في الاخر ال5 حاجات هم واحد اللي قاعدين عاملين نلعب فيهم. عملت تيست درايف للعربيات الكهرباء وشعورهم ايه؟ حلوين جدا جدا جدا، وانا مش قادر افهم ليه بتوع البنزين مش عاجبهم الكهرباء. هي تجربه مختلفه تماما. يعني انا مش العربيه البنزين ليها متعه لوحدها، الكهرباء مش تيجي ناحيتها ابدا. بس العربيه الكهرباء على فكره ليها متعه برضه، عربيه بنزين ما تعرفش تعملها. يعني ما تحطش دي في وش دي متعه تانية خالص. واعتقد اللي استفز بتوع البنزين قوي ان يعني كان في لحظه كده توجه عام ظهر اللي هو ايه، العربيات دي هتتلغي ودي اللي هتيجي مكانها. بالظبط، ده اللي استفز الناس بالظبط. فانت عارف ده ساعات يعني مثلا ايه، لما تجيب مثلا حد زي، مش عايز افضل اقول عادل امام كتير، بس حد زي عادل امام لما جه الفتره اللي ظهر فيها محمد هنيدي والجيل ده وابتدوا يقارنوهم بعادل امام، في جزء كبير من الجيل ده في الفتره الاولانيه كان مكروه لمجرد انه بيقارن بعادل امام. بعد كده الناس دي اثبتت انها زي الفل وكويسه وجميله وبقينا بنحبهم هم كمان، وعادل امام ما خسرش حاجه، يقدموا خط كوميديا جديد. بالظبط. فالعربيه دي يمكن تكون اتكرهت بسبب الحته دي، اللي هو احنا هنوقف العربيات البنزين، لا 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 نيجي عند الحته دي بقى، لا انا هكره كل اللي انت بتعمله. لو كانت ده فرصه، بس انا مقتنع نسبيا باللي انت قلته، لان انا انا بحب عربيات البنزين قوي. ديك شايف انا طول النهار واقف في العفره وفي الامريكا وفي رحت الاردن، ركبت العربيه التسلا الموديل اس. يا جدعان ده عربيه خارقه. ايه الهبل ده؟ خارقه. انا مش مصدق الاكسلريشن، مش مصدق. اولا احنا كنا، لا وبعدين بتحس الاكسلريشن انت بتدوس على زرار، مفيش دواسه بنزين اللي هي مروحه لفت خلاص. انا دايما بقول لاصحابي خلاط، وانت بتدوس اون بس. بالظبط. فكنت راكبها مع حد كمان من الناس اللي فاهم عربيات وجامد وبتاع، فجري بيفرجني عليه. العربيه جريت، انا طبعا روحي راحت بسبب ان في اكسلريشن بالمنظر ده، وبعدين الطريق وقف. قلت بس خلاص، هيقول لي دلوقتي انت وشك فقر عالم، هتتدغدغ العربيه، هتتدغدغ وهنتعور وهتبقى سفريه من نيله بنيله. ده فرامل وقفنا. قعدت بقى انا شويه مش مستوعب بقى القصه دي، العربيات دي خطيره، التكنولوجي بقى والطابلو كله شاشه، هي شاشه واحده فيها كل حاجه. وتقرب منها الاوكر تطلع لك بره، وايه يا جدعان ده ايه الفضاء ده؟ كان لك من كذا سنه، فكان لسه مش منتشر، فانا كنت مبهور. فالعربيات فعلا حلوه، هي تفتقد للروح اللي في زي ما بتقول كده ايه، عارف انت بنقول فتره الثمانينات التسعينات كان فيها دفى. العربيات البنزين فيها حاجه كده تحس ان انت انا هقول لك حاجه، هو اصلا دي طبيعه العالم دلوقتي. يعني لو جيت النهارده تبص لاي عربيه من عربيات البنزين الحديثه وجيت تقارنها بنظيرها من عربيات التسعينات، يعني مثلا النهارده لو جيت تركب اي عربيه فراري او لامبرجيني جديده وجيت تقارنها بعربيه فراري من بتوع التسعينات بقى اف 40 بقى بالظبط بقى يا باشا، العربيات الهارد كور بقى، الديابلو والحاجات دي اللي كنت تقعد ترزع النقله، وعربيه سوقتها صعبه جدا، ومفيش فرامل ومفيش تكييف وربنا معاك وفاهمني. وتقارنها بعربيات من العربيات الجديده دي، حتى بلاش يا باشا، تعالى اتفرج مثلا على عربيه زي ال31 ال32 وسواقتهم والجري بيهم عامل ازاي، وتعالى قارنهم باي عربيه عاديه حديثه شويه بالنعومه والمش عارف وايه، تحس ان العربيه بتاعت القديمه دي كان فيها روح شويه، كان ليها شخصيه. بالظبط، ليها شخصيه، فقدوا شخصيتهم بالظبط. ما كانش فيه الكترونيكس بتساعدك، كان كل حاجه كده ايه واخدها رو،
احساسك بالدركسيون، الفيدباك اللي بيجي لك منه، عندك نص بالظبط. متر بوش كده بتاعك كده لوحدك. بالظبط، النقلات والدبرياج والمش عارف ايه. فانت افتقدت برضو المتعه دي لما جيت العربيات الحديثه. طبعا. وطبيعي من البنزين للكهرباء افتقدت جزء تاني من المتعه، بس كل مرحله بتفتقد فيها جزء من المتعه بتاخد حاجه جديده قصادها. زي ما احنا لسه بنقول اهو، انت سبت حته البنزين بالكيرف بتاع الباور اللي بيطلع والكيرف بتاع التورك اللي بيطلع والنقله اللي بتسلم نقله، لانك بتدوس اون بتروح بالظبط بالظبط. مفيش ديلي من اي نوع، انت بتحط رجلك يعني جسمك ما بيستوعبش اصلا انت بتطلع بالطلعه دي ازاي. اتخضيت. نفس الكلام انت بتقوله، الفرامل، العربيات فيها فرامل مرعبه، عربيات الكهرباء. بس هو هو الموتور بيحمل عشان يديه اكسلريت ويشحن. بالظبط. فهو الموتور راح كابس على العربيه وهو راح التاني دايس فرامل، فالعربيه وقفت في مده قصيره قوي. فالموضوع كان مبهر، ومفيش فايبريشنز، هدوء تام جوه العربيه، عملهاش صوت خالص. انا لما كنت ببقى عندي عربيه كهرباء تيست، اخلص منها وارجع للبنزين اقول ايه البتاع اللي انا راكبها دي عماله تترج وتتهز وصوتها عالي، متعود على هدوء تام في العربيه الكهرباء. تيجي تدور بقى الاولانيه دي مش موجوده. فاهم؟ انا رايح من هنا بقى، فاهم ايه، جاي من الارياف انا رايح تاني يوم حد فات برضو علينا بعربيه تسلا، فجاي ياخدني فوقف جنبي، فاحنا بنتكلم وهنركب العربيه. فمبدئيا انا بالنسبه لي العربيه دي مروحه الرادياتير شغاله، انا مش عارف انها دايره، ده الصوت مروحه الرادياتير اخرها، فاهم؟ بعدين يلا بعدين ركبنا رحنا، انت ما دورتش ليه؟ فاهم يعني؟ فظاع ما لهمش صوت خالص. بس انا بالنسبه لي يعني رغم كل احترامي ليهم ده، بس بتبقاش عربيه فيرست بالنسبه لي، ما اقدرش تبقى دي عربيتي الاولانيه. انا عامه انا رايي العربيه الكهرباء ما ينفعش تبقى عربيه اولى خالص في البيت دلوقتي. لسه قدامها شويه حلوين قوي على ما تبقى عربيه اساسيه وتعتمد عليها في كل مشاويرك. لكن هي سيتي كار او تحركات بره القاهره في مسافه قريبه 70-80 كيلو بالكتير، ممتازه ممتازه ممتازه. بالعكس ده هي ديلي درايف احسن كتير من البنزين. لكن لو انت شخص تحركاتك كتير كل يوم او بتسافر، هي ما ينفعش معاك خالص. عشان الشحن مش متوفر. انك اصلا تشحن بره البيت دي مأساة. يعني لو ما كانش عندك شحن في البيت بتشحن عربيتك في البيت، انا ضد جدا انك تجيب عربيه كهرباء وتشحنها بره البيت. فهم معظمهم ممكن يتشحن في البيت بس بياخد وقت طويل قوي، لازم اوفر نايت تقريبا او حاجه. بالظبط. بس انت كده بتنام على الاقل 5 ساعات في اليوم. فهتحط العربيه تشحن في ال5 ساعات دول. ولو انت اصلا استهلاكك عادي كشخص طبيعي بيستهلك عربيه 150 كيلو في اليوم ولا حاجه، فهي اوفر نايت ساعتين هتبقى شحنت ولا حاجه، مش قصه. انت عشان تشحن كل يوم 8 ساعات دي يبقى انت بتحرق كل يوم 500 كيلو سواقه، وده اكيد انت مسواق اوبر يعني مش تحرق الكيلو دي كلها في يوم واحد. كيلو كتير قوي. بالظبط. فهي كديلي درايف استخدامها جميل جدا وحلو جدا، وهتوفر معاك فلوس كتير وهتتبسط بسواقتها واريح بكتير في السواقه. لكن سفريات بقى لا، انسى موضوع السفريات ده مأساة. بس انت شفت الفتره اللي فاتت كميه الاراء بتاعه التوجه السوق العام في امريكا، قد ايه من الناس ملاك العربيات الكهرباء قرروا يرجعوا للبنزين تاني؟ سمعت عن الموضوع ده؟ بص، هو امريكا واوروبا ليهم حاله خاصه في القصه دي، فان هم كانوا اصلا بيشتروا عربيات الكهرباء عشان الانسنتيفز اللي بتنزل من الحكومه على العربيات دي، فكان بالنسبه لهم بيبقى في توفير كبير في السعر ومش عارف ايه وبتاع وكده. تمام. لما الدول بدات تمنع موضوع الحوافز اللي بتتحط على عربيات الكهرباء ده، ابتدت الناس ترجع تاني للبنزين، بالذات مع ارتفاع اسعار العربيات الكهرباء، ابتدت الناس ترجع تاني للبنزين. وموضوع ان البطاريه بتبوظ تترمي ده، مع موضوع البطاريه تبوظ دي بس لسه ما دخلناش قوي في الحته بتاعه البطاريات دي، او مش ده اللي خلى الناس في السوق الاوروبي والامريكي ينفروا شويه من عربيات الكهرباء. تمام. على العكس تماما، تعال بص على السوق الصيني. الصين في اغسطس ده الشهر اللي فات لاول مره في التاريخ بلد تسجل مبيعات 1,000,000 عربيه كهرباء في شهر. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. الصين في اغسطس باعت 1,000,000 عربيه كهرباء، وكلهم صيني طبعا في السوق الصيني. يعني هم باعوا محليا 1,000,000 عربيه كهرباء في شهر واحد. ده زياده مش فاكر كام في المية عن السنه اللي قبلها، في حين ان مبيعات العربيات الكهرباء في اوروبا نزلت 4.4% عن السنه اللي فاتت، او عن الشهر اللي قبل، حاجه زي كده. ما شاء الله عليك في الارقام، ما شاء الله. عشان انا كنت بكتب المقال عن الحوار ده، انا جيت لك في الوقت المناسب شكلي، ما شاء الله. بس فالعربيات الكهرباء مش بتتراجع عالميا، هي بتتراجع في السوق الغربي، لكن في السوق الصيني، والصين عامه في العربيات الكهرباء وحش. هم انا شايف عاملين حاجات خطيره، وحش يا باشا. اصل الناس دي اساسا طول عمرها، فاهم، هم بتوع ساعات ومواتير وبتاع، فتعالى لي بقى في البطاريات والحاجات اللي بتمشي بالبطاريات. قطر البنزين اللي فات الصين وبيحاولوا يلحقوه، هو قطر الكهرباء بقى بتاع الصين اللي هم بيركبوه دلوقتي، هم بيسبقوا بيه. قطر الكهرباء بتاع الصين طلع قبل قطر اوروبا اصلا بكتير. يعني دلوقتي الايه اتقلبت تماما، دلوقتي اوروبا وامريكا بيحاولوا يلحقوا الصين. انا اقول لك على حته خبر. في تقرير طالع من نيويورك تايمز الاسبوع اللي فات، حلو الكلام. التقرير ده بيقول ايه؟
والله مش فاكر نيويورك تايمز ولا مش فاكر، المهم يعني في جريده امريكيه كانت مطلعه تقرير الاسبوع اللي فات. التقرير ده بيقول ايه؟ ان في زياره سريه حصلت للراجل السي او بتاع فورد السنه اللي فاتت للصين، وفي الزياره السريه دي الناس هناك في الصين بتوع فورد جابوا له عربيه شنجان. التقرير بيقول مش عارفين نوعها ايه، يعني موديل من موديلات شنجان بس التقرير ما قالش ايه هو الموديل اللي هم جابوه له. والراجل طلع جرب هو والنائب بتاعه العربيه الشنجان دي. بيقولوا الراجل لما رجع من تيست درايف قال للناس العربيه دي غير ما انا كنت متخيل خالص، الصينيين سبقونا واحنا في تهديد وجودي بسببهم. فورد السي او بتاع فورد هو اللي قال كده لما جرب عربيه من عربيات شنجان. الصينيين سبقونا واحنا في تهديد وجودي بسبب الصينيين دلوقتي، وان هم العربيه طلعت غير ما انا كنت متخيل خالص. هو اخر مره جرب عربيه صيني كان شايفها حاجه، ودلوقتي لما جرب عربيه صيني قال لك لا مفيش علاقه. دول نط. بص بقى اصلا لما تقعد بجد تتابع تطور الصناعه بتاعت السيارات الصينيه، الصينيين مش بيتطوروا، الصينيين بينطوا نطات مرعبه وغريبه وسريعه جدا. وانت رايك اصلا بعيدا بقى عن العربيات الكهرباء، رايك اصلا ايه في العربيات الصيني؟ ممتازه وهتحتل السوق العالمي، ولو ان لازال فئه كبيره من الناس مش مقتنعه بيها. ما طبعا يعني بس الصيني زيه زي اي بلد منشأ تاني، الحلو منه حلو والوحش منه وحش. لا وبعدين هم برضو في الاول ما بقوش زي دلوقتي، يعني هم في الاول فعلا كانت عربياتهم بتسمع عن مشاكل تضحك. يعني عربيه طالعه من الوكيل جايبه زوايا ويروح يديها لهم يدوا له واحده غيرها جايبه زوايا العكس. فهو انتوا يا جدعان انتوا ما بتعرفوش تعملوا عربيات بس تتفرج بقى على التطور اللي هم كانوا بيعملوه. يعني مثلا عاده لو في عربيه معينه فيها فلو معين في الديزاين بتاعها او في الميكانيكس بتاعتها، في الشركات الاوروبي والامريكي تلاقي عاده لو الفلو ده مش هيأثر على السيفتي في العربيه، هو غالبا بيتركن للفيس ليفت او بيتركن للجيل الجديد بتاع العربيه عشان يتعدل. الصينيين مش كده. الصينيين النهارده لو في عندي مشكله في ده انا ممكن اعدله والبرودكشن لاين شغال. فتلاقي مثلا اون سبوت حالا يشتغل. تلاقي مثلا ايه الناس مثلا اللي اشترت العربيه الاسبرانزا الاي 516 اللي هي شبه الجبنه الرومي من ورا دي، اللي عامله زي ممكن واخده سكينه من ورا بالطول كده اتخرطت. تلاقي مثلا الناس اللي اشتريتها في الاول كانت بتقول عليها عربيه وحشه جدا، والناس اللي اشتريتها في الاخر بتقول عليها عربيه حلوه جدا. هو ايه اللي اختلف؟ ان العربيه بجد اثناء ما هي بتتباع واثناء ما البرودكشن شغال كانوا بيعدلوا فيها حاجات. فتلاقي العربيه الصيني في بدايه البرودكشن بتاعها وفي اخر البرودكشن العربيه ما بقاش في منها شكاوى زي الاول خالص. ليه؟ هم بيعدلوا هم شغالين. ما عندهمش البيروقراطيه بتاعه اوروبا بتاعه لا يا باشا لما اعمل فيس ليفت واعيد الديزاين من الاول ابقى اعدل لك الحته دي، لكن ما اقدرش اعدلها والخط شغال. لا الصينيين يا باشا مين دي مضايقك اكسر لك ابوها واعدلها لك بكره على خط الانتاج عادي. بس ده حصل كان في عربيات مثلا موديلات في مرسيدس او في بي ام دبليو بتاع يقول لك مثلا ما تشتريش 2005 اشتري 2007. فاكر انت الحاجه؟ بيبقى غالبا يا ماينر فيس ليفت يا فيس ليفت، او ان الموضوع ده كان راشق في حته سيفتي فكان لازم يتعدل. اوكي اللي ما فيش فيها هزار بقى، ممكن بالزبط. الشركه كلها سمعتها تروح فيه بالظبط، فلازم تتعدل. لكن لو حاجه عادي مش مؤثره في السيفتي في حاجه العربيه ماشيه تمام، لا يقول لك لا عدلها في فيس ليفت مش دلوقتي. ارجع تاني نوح اللي ابتدى من بيحب الموضوع من بعيد لبعيد، دلوقتي ما شاء الله احنا واصلين لحته ان احنا عمالين نتكلم اهو. بص بالارقام والسوق العالمي بيعمل ايه، ده كلام كبير قوي عليا يا عم. انا جايبك اهزر معاك انت. قلبت القعده رسمي، بتزنقني قوي انت كده جاي عليا جامد. انا راجل بتاع امريكا وبتاع شاب طايش. نوح يعني انا مبسوط جدا بالقعده معاك، وانا والله اتبسطت قوي قوي، ويعني مبسوط من الحكايه نفسها ازاي اتطورت بالتدريج. بالذات عجبني قوي الحته بتاعت انك ازاي كسرت الحاجز اللي بينك وبين الكاميرا والتصوير. انا مبسوط قوي الحته دي، لان تقريبا هو انا ببقى عايز ابين الاجزاء اللي زي دي واحنا في القعدات بتاعتنا كل واحد ايه الحته اللي كانت عامله له عقده. انت كانت عقدتك مثلا مش عارف تتصور او مش حابب تقف قدام الكاميرا، لا كسرتها. انا عندي مشكله في المونتاج والتصوير عشان البرودكشن غالي وحد ياخد مني فلوس، كسرتها. انا عندي كمبيوتر مش قادر يمشيني في حياه مش نافع، اتعاملت معاه وبظبط له الارم وبقوم له كل 3 ساعات وبتاع. فما شاء الله الحدوته نفسها فيها اصرار، كان لازم في الاخر ربنا يكرم قصاده بشويه نجاح حلوين. الحمد لله. فانا بتمنى لك المزيد والمزيد من التوفيق، ربنا يخليك يا فيديوهات، وربنا ينعم عليك بخفه الدم الخطيره الفشيخه دي، يسيبها عليك دايما كده عشان ايه ببسط بصراحه. القعده كانت حلوه قوي معاك. انا والله اتبسطت جدا وشكرا على الاستضافه الحلوه دي والله حبيبي. انا اللي متشكر انك جيت، ويعني زي ما بيقولوا كده الوقت الحلو بيفوت بسرعه، فالقعده خلصت بس شرفت قعدتنا والله. ربنا يخليك يا بدر حبيبي يا نوح، نورت. تعيش يا بدر، واشوفك دايما على خير باذن الله وفي تفوق ان شاء الله. حبيبي شكرا جدا. تسلم حبيبي. حبيب قلبي. انبسطت.
احنا سرحنا جامد صح؟ لا مظبوط. بسطت اهم حاجه جدا 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 والله. والله بس الحته الاخيره احنا دخلنا في الجد جامد بقى. لا بس يعني ما هو انا برضه في الاخر، ما هو انت نفسك عندك فاليو، فمهم ان يبان جزء من الفاليو دي. فانا اتبسطت في الاخر ان انت اتكلمت بارقام وبتاع، فانا حتى قلت لك ما شاء الله انت مذاكر، لان دي كانت حته جميله انها تبان يعني انت راجل بتاع ده، وبعدين انا حافظ وبرد بارقام وبتاع، فدي حته حلوه قوي، فجميل قوي اتبسطت والله. انا اتبسطت جدا. الكلام من القلب ما بيقدمش.